الخط العربي هو مش بس أداة للكتابة، ولكن هو فن راقي جدا تم تطويره وتوظيفه حسب المساحة والمكان اللي هيتحط فيها. النهاردة هنتكلم عن تطور الخط العربي وعلاقة ده بالخط المصري اللي كان موجود عندنا والكتابة في مصر وبلاد تانية زي العراق وبلاد فارس. وهنتكلم على المراحل اللي مر بيها الخط العربي، وهنتكلم ليه الخط العربي كان بيمثل جزء مهم جدا من أساسيات الزخارف في الفن المصري في العصر الإسلامي. وهل الكتابة المصرية والفن المصري القديم من كتابة وخطوط أثر على تطور الخط العربي في مصر؟ تطور الخط العربي في بداية استخدامه في بداية العصور الإسلامية وبعد الفتوحات الإسلامية من أصل اللغة أو الكتابة النبطية، ودي كانت منتشرة في شمال الحجاز. وهنعرف النهاردة أهمية العنصر ده اللي هو الخط العربي في الزخارف اللي كانت موجودة في المساجد وفي العمارة الإسلامية، إذا صح التعبير إن احنا نطلق عليها العمارة الإسلامية، بس زي ما بنقول على طول العمارة المصرية في العصور الإسلامية المختلفة. تطور الخط العربي من العصور الأولى للإسلام، وكان بإيحاء أو مستوحى من الخط النبطي في الكتابة اللي كان بيستخدمه الأنباط في شمال الحجاز. ثم تطور الخط الكوفي بأنواعه المختلفة، وبعدين ظهر خط الثلث والخط الريحاني والخط المحقق وأنواع كتيرة من الخطوط، كان آخرها الخط العثماني. فكرة أن الإسلام لا يسمح بظهور أو بتصوير أي أشكال أدمية داخل المنشآت أو أصلا في الإسلام، ده عمل محدودية جدا في استخدام العناصر المختلفة في الزخارف. يعني مثلا في المسيحية احنا ممكن نرسم أيقونات، يعني بورتريه راس كده لغاية الحتة دي، فممكن نرسم أشكال القديسين، ممكن مصرح برضو رسم السيدة العذراء والسيد المسيح وكل القديسين والشهداء. لكن في الإسلام ده مش مصرح بيه. مثلا في الكنيسة أو في الزخارف القبطية ممكن نرسم أشكال أدمية، يعني بدل ما نحكي قصة في نص ساعة أو نحكي قصة في 5 6 صفح، بنرسم رسمة بنتكلم على علاقة بين الناس في قصة بسيطة عن طريق رسمة مرسومة. فده كان بيوفر علينا حاجات كتير، وكمان كان بيدينا فرص كتيرة وحاجات كتيرة نستخدمها في الزخارف. لكن الإسلام لم يبح استخدام الرسوم الإنسانية في العمارة الإسلامية أو في الفن الإسلامي، فده أدى لمحدودية جدا في استخدام الزخارف واستخدام النقوش واستخدام العناصر المختلفة في زخرفة المنشآت المعمارية. فكان عندنا من أحد أهم الحاجات اللي بنستخدمها في الزخارف هو الخط. طبعا احنا ما كانش عندنا اختيارات كتيرة زي مثلا الزخارف الإسلامية والزخارف النباتية والخط العربي اللي كنا بنستخدمه في كتابة، وساعات في زخارف أماكن كتيرة مساحات كبيرة موجودة في الجدران في المساجد أو في أي مبنى بني في عصور إسلامية مختلفة. القصة ابتدت في 3 بلاد، هما مصر والعراق وبلاد فارس. دول أهم 3 بلاد لما انتشر الإسلام ابتدوا يعملوا فيهم مراكز لتطوير الخط العربي. ليه البلاد دي بالذات؟ لأن البلاد دي بالذات كان عندها منتج ثقافي ومنتج حضاري، وكان عندها حضارات قديمة، فأعادت استخدام أو وظفت العناصر الزخرفية اللي عندها أو المنتج الثقافي اللي عندها والحضاري لما يتناسب مع شكله الجديد في الإسلام. عشان كده كانت دي البلاد ال3 بس اللي فيهم مراكز لتطوير الخط العربي. نبدأ من العراق. طبعا احنا عملنا فيديوهات قبل كده على تطور الفن في العراق والمراحل الحضارية للحضارة اللي كانت موجودة في العراق، وعرفنا ان الطبيعة الساحلية او الطبيعة الطبوغرافية بتاعة العراق كانت مؤثرة جدا في شكل الفن. بمعنى ان الارض كانت سهلة، ما كانش عندهم مرتفعات، فكان سهل جدا يحصل غزوات وناس تخش تحتل مناطق كتيرة من العراق القديم اللي مر ب4 مراحل مختلفة من الحضارات. وفي اوقات كتير ال4 حضارات كانوا بيتنازعوا على نفس الارض في نفس المساحة الجغرافية. فده خلى الفن ينعكس عليه كل الحاجات دي، بحيث ان الناس بيبقى شكلهم ضخم، عندهم عضلات، العضلات مفصلة بشكل تشريحي، يعني تلاقي هنا دوائر والعضلات كلها ماشية مرسومة كويس على الحيطان. بتلاقي دايما الراجل ماسك في ايده اسد، تلح الاسد كده على ايده كأنه ماسك قطة صغيرة او حيوان بسيط مش بيقدر يتحرك، او بيسلخ اسد، او بيعمل افعال صعبة جدا ان انسان عادي يعملها، بس كانوا عايزين يبينوا القوة بشكل ملفت للنظر لأنه كان في طول الوقت نزاعات وصراعات. فده أثر على الفن. وبما أن العراق كانت من البلاد اللي دخلت فيها الديانة الإسلامية بعد شوية، ما انفصلناش انفصال تام عن الطبيعة الإنسانية والطبيعة الجغرافية وطبيعة الفن وطبيعة الحضارة والمنتج الحضاري اللي موجود عندهم في العراق. يعني مثلا هم كان عندهم كتابة اسمها الكتابة المسمارية. الكتابة المسمارية دي شكلها على شكل زي المسامير كده محطوطة جنب بعض بالطول أو بالعرض أو بأشكال مختلفة. ما كانش فيها أي وحدات زخرفية، ما كانش فيها، لا تتطلب يعني عمل فني،
عشان يكتب نص معين. وعشان يكتب النص ده ما عندوش غير اختيارين، يا يكتبه على الحيطة يا يكتبه على ألواح معمولة من الطين. طبعا ده صعب شوية موضوع التدوين والكتابات، لان الطين ده عبارة عن ألواح طبعا بترسم عليه او بتحفر عليه وبتستناه ان هو ينشف. طبعا ده بيبقى وزنه كبير ومش بيديك مساحة كبيرة، يعني انت لو عايز تكتب نص كبير انت محتاج ألواح كتيرة. الألواح دي بعد شوية ممكن تتكسر لان المادة دي هشة مش مادة صلبة زي الحجر، وكمان محتاجة معالجات ومحتاجة شغل كتير عشان تبقى جاهزة. وده ما اتاح لهمش فرصة ان هم يبقى عندهم كتب او يبقى عندهم نصوص كتيرة مكتوبة، لانه الطين والواح الطين دي مساحتها صغيرة والكتابة عليها كمان صعبة. وده كمان بعد شوية اثر على شكل الخط لما ابتدينا نكتب خط عربي. يعني مثلا في عصر الدولة الأموية في القرن السابع في بدايات الإسلام ابتدينا نكتب خط عربي في العراق، وبعد شوية تطور للخط الكوفي. الخط الكوفي كان ليه مراحل كتيرة، بس أول ما ظهر ابتدى يظهر في الدولة الأموية في العراق. وطبعا كان ما بيبعدش كتير عن نفس السيستم أو النظام بتاع الفن في العراق. كان عبارة عن زوايا حادة، وكانت الخطوط مستقيمة، وكان يخلو تماما من الزخارف، وكان يتمتع بالحدة الشديدة زيه زي نفس المناظر اللي كانت بترسمها الناس في الحضارة القديمة عندهم على الجدران. يمكن صعب نتخيل ان حتى شكل الخط وحتى المفردات بتاعة الخط واشكال الحروف وازاي بنحط النقط وازاي بنشبك الحروف ببعض، ان ده مرتبط بالطبيعة الانسانية بتاعة الموقع الجغرافي. يعني لما نلاقي الخطوط فيها حدة شوية زيادة، ده مش معناه ان ده الخط اللي موجود عندنا، ده معناه ان الخط ده متأثر بحاجات كتيرة، منها طبيعة المكان، طبيعة جغرافية، وطبيعة الإنسان اللي عايش في المكان، فبالتالي نتج عنه الحدة دي. فلما نبص للخط الكوفي اللي هو فيه هندسة زيادة عن اللزوم وفيه زوايا هندسية وفيه خطوط بقى ومفهوش زخارف ولا أي حاجة، فنقدر نفهم إن الحدة اللي موجودة في الخط دي هي نفس الحدة اللي موجودة عندهم في الفن. لكن لما نيجي لمصر هنلاقي الموضوع في مصر مختلف تماما. يعني احنا في مصر مثلا بنكتب من قبل الأسرة الأولى، يعني من قبل الألف الثالث قبل الميلاد. فاحنا الإسلام ابتدى في القرن السابع، فاحنا مثلا حوالي 10,000 سنة احنا تمرسنا في كل انواع الكتابة والنقوش والرسوم، سواء كتابة على ورق بردي، سواء كتابة بالحبر، كتابة بالالوان، كتابة على الحيطان، كتابة على الفخار، كتابة على أستراكة، كتابة على حجر، نقوش بارزة، نقوش غايرة، اي نوع ممكن يجي في دماغك ليه علاقة بالكتابة ده عدى علينا في 10,000 سنة اللي فاتوا. فلما يجي الخط العربي يخش عندنا مصر لازم يبقى ليه طابع مختلف وتأثر بالتطور الهائل اللي حصل عندنا في مصر في الكتابة. بالإضافة لعنصر تاني مهم، إن إحنا في مصر كان عندنا ورق. مصر هي أول بلد في العالم اخترعت ورق يتكتب عليه، اللي هو ورق البردي، كان بيتعمل من النباتات. ورق البردي ده خفيف جدا كأنك شايل ورقة، فده كان بيديك مساحات إنك عشان تعمل 10 ورقات أنت مش محتاج تجيب 10 قطع من الطين وترسم عليهم وتستناهم ينشفوا وتحفظهم بشكل معين. كمان وزنه خفيف، فأنت ممكن تقعد تكتب تلاقي لفائف، مجموعة من اللفائف من ورق البردي نلاقيها في مقبرة بنكتشفها. سهل جدا ان احنا نعمل ورق البردي، القصة كلها بتاخد وقت بسيط وبعدين مش مكلف وموجود ومتاح الخامات بتاعته في كل مصر. وكمان بقينا متطورين جدا في صناعته وفي الكتابة عليه وفي استخدام انواع مختلفة من الحبر تعيش لآلاف السنين. ده سهلنا جدا موضوع التدوين والكتابة، وخلى يبقى عندنا جوه كل معبد في مكتبة بتاعة المعبد مكتوب فيها حاجات مهمة جدا، برديات علمية وبرديات مختلفة، لقينا منها حاجات كتير ولسه الأكثر لم يتم العثور عليه. وكمان من أحدث المكتبات اللي كانت موجودة عندنا في مصر فضلت مكملة للعصر الروماني، اللي هي أشهر مكتبة موجودة كانت في العالم القديم، ألا وهي مكتبة الإسكندرية. ده ما كانش متاح في البلاد التانية اللي ابتدى ينتشر فيها الإسلام، لأن ما كانش عندهم الخامات السهلة دي في الكتابة. ففي الوقت اللي احنا كنا بنكتب على ورق بردي وبنعرف نكتب بكل الأشكال وبنرسم رسومات مش بس بنحط خطوط جنب بعض اللي هي الكتابة الهيروغليفية وتطوراتها المختلفة، في ناس في بلاد تانية ما كانتش أصلا بتعرف تكتب. في الوقت ده العرب ما كانوش لسه بيعرفوا يكتبوا، واحنا كنا بقالنا آلاف السنين بنكتب بكل الأشكال وبكل الطرق ولا أي حاجة. هما كانوا آخرهم ممكن يعرفوا يكتبوا على الشقف بتاعة الجريد بتاع النخل، أو يكتبوا على مثلا لو انت راجل يعني ثري وعندك أملاك فانت ممكن تستخدم جلد الماعز انك تكتب عليه. فده ما كانش بيساعدهم قوي لموضوع الكتابة. فنيجي نلاقي الكتابة العربية ما كانتش منتشرة ومعروفة، والخط العربي المكتوب ما كانش منتشر قوي نظرا لان هم مش محتاجينه، لان اللغة العربية دي لغة يتم تنقلها عن طريق
اللغة الشفوية، فانت مش محتاج تكتب غير بس هما كانوا بيكتبوا الحاجات اللي ليها علاقة بالتجارة، زي الأرقام، زي الأسعار، زي الحاجات دي، الصفقات اللي بيعملوها والحاجات التجارية. بس فيما عدا ذلك ما كانش في حاجة ضرورية أو حاجة مسة لأن احنا نكتب وندون اللغة العربية والكتابة العربية. أقدم كتابات عربية لقيناها هي مش قديمة قوي، ولقينا منها في الأردن وفي سينا، ولقيناها مكتوبة بالخط النبطي أو بالكتابات النبطية، وده اللي استوحى منه العرب عشان يكتبوا الخط العربي بتاعهم بعد شوية. يقال ان الكتابات دي يا اما من الانباط هم اللي كاتبينها بنفسهم، يا اما تجار عرب كانوا بيستخدموا اللغة دي قبل ما تظهر حروف الكتابة بتاعة اللغة العربية اللي هو العربي اللي احنا نعرفه بعدين. في معلومة يمكن معظم الناس ما تعرفهاش، ان اللغة الرسمية اللي كانت مستخدمة في التدوين حتى عصر عبد الملك بن مروان كانت هي اللغة اليونانية، وعبد الملك بن مروان هو كان الأول اللي أمر بتعريب كل الدواوين. طيب بعد ما عربنا الدواوين وبعد ما الإسلام ابتدى ينتشر في بلاد كتيرة غير ناطقة للغة العربية، ابتدينا نواجه مشكلة، لأنه البلاد دي ما بتتكلمش العربي، احنا بس ملصمينهم عشان يعرفوا يقروا القرآن، فلازم يكون عندنا نسخ من القرآن مكتوبة باللغة العربية. بس في بداية الكتابة العربية اللغة العربية ما كانش فيها نقط، فالناس اللي ما بتتكلمش عربي هم يا دوبك عارفين يقروا عربي، فالحرف اللي هو مش عارفين بقى ده نون ولا ت ولا ي ولا ايه. فبسبب عدم وجود النقط كان الموضوع صعب على خاصة الناس اللي ما بتتكلمش عربي. ففي خلافة الإمام علي بن أبي طالب هو اللي ابتدى ينقط أو يخترع النقط إن هي تتحط على الحروف في اللغة العربية، فالقراية تبقى أسهل لغير الناطقين باللغة العربية عشان يعرفوا يقروا القرآن بسهولة. بعد شوية تطورت اللغة وابتدى يظهر التشكيل ده بعد ما تم اختراع علم النحو. ابتدى الخط العربي يتطور، وكانت من أول الخطوط العربية اللي ظهرت خط اسمه الخط الكوفي. الخط الكوفي ده مر بمراحل كتيرة حسب هو كان فين وبيروح بلد ايه. المرحلة الأولى من الخط الكوفي هي كانت اسمها الخط الكوفي البسيط، وده ظهر في العراق في القرن السابع، بداية من السابع يعني مع ظهور الإسلام. ده كان خط بسيط جدا، الحروف بتاعته كبيرة، وده كان بيستخدم في كتابة النصوص الكبيرة زي مثلا مصحف عثمان اتكتب بالخط الكوفي البسيط، وده كان بيسهل على الناس ان هي تعرف تقرا. فلما تيجي تقرا مصحف او تيجي تقرا حاجة نصوص طويلة مكتوبة تبقى عارف تقرا، لان الخط الواضح والسلس ده بيسهل عليك عملية القراية. فده كان في المراحل الأولى بتاعة الإسلام. بعد كده ظهر حاجة اسمها الخط الكوفي المزخرف. الخط الكوفي المزخرف ده كان نفس الأولاني بس فيه شوية زخارف هندسية ونباتية بسيطة، ما كانتش بتشغل الأولوية رقم واحد. يعني أنا مثلا دلوقتي في مرحلة توسع الدولة الإسلامية، فأنا في مرحلة توسع مش هقعد أهتم بالزخارف اللي بتتحط جوه المسجد، من باب أولى أبدأ أبني مساجد الأول وبعدين نفكر في الحاجات الأقل أهمية. فالزخارف ما كانتش بتشغل حيز كبير من التفكير بتاعهم. وطبعا ده حصل في الدولة العباسية بداية من القرن الثامن لغاية القرن ال13، وقت من أهم الأوقات في انتشار الإسلام في العالم. الدولة العباسية يعني بنتكلم عن العراق القديم. العراق زي ما قلت لكم طبيعة الخط وطبيعة التطور بتاع الخط والحضارة عندهم، طبعا بما ان هم اصلا كان عندهم حضارة فابتدت تزدهر علوم كتيرة او تعود لهم او يكملوا في نفس السكة، زي ان هم انشأوا بيت الحكمة. بيت الحكمة ده كان عبارة عن مركز كانوا بيعملوا فيه ترجمة، بيترجموا الكتب من لغات مختلفة للغة العربية عشان الناس اللي هتبدأ تتكلم عربي تلاقي كتب تقراها مترجمة. ابتدوا يعملوا كتب فلسفة وكتب أدب، وازدهر الأدب والشعر. طبعا عارفين شاعر العصر العباسي من أجمل الشعراء ومن أجمل الأشعار اللي موجودة في اللغة العربية هي العصر العباسي. عصر غني جدا بجميع فنون الأداب، وكمان كانوا مهتمين جدا ان هم يعملوا كتب قصصية زي كليلة ودمنة وحاجات شبه القصة دي. فالزخارف بالنسبة لهم ما كانتش بتمثل جزء أساسي. ابتدوا يبنوا مساجد كتيرة ويتوسعوا في الدولة، فالزخارف ما كانتش بتشغل الحيز الأول، فالخط يدوبك ابتدى يتطور بشكل بسيط. في نهايات العصر العباسي ابتدى يظهر الخط الكوفي المربع، ده واضح من اسمه ان ليه زوايا كتير. بعد كده ظهر الخط الكوفي الفاطمي. الفاطمي ده من القرن العاشر للقرن ال12. طبعا الفاطميين دول اللي هم كانوا يسكنوا الشمال المغرب او شمال افريقيا او المغرب العربي، ما كانوش من اصول عربية، ما كانوش اصلا بيتكلموا عربي، هم امازيغ بس. كانوا مهتمين جدا بان هم يشتغلوا شوية على الزخارف عشان كأنهم بيعملوا شو. فلما تعدي جنب مسجد كده فاطمي تشوف شكله من بره تنبهر، تخش جوه ما تلاقيش في اي حاجة في الجامع. زي مثلا معظم المساجد الفاطمية اللي موجودة في مصر، واهمها مسجد الاقمر. لو دخلت مسجد الاقمر عديت كده من قدامه الواجهة بتاعته تحفة،
حلوة جدا وحلوة وفيها زخارف كتير ومش عارف ايه. تخش جوه المسجد من الداخل ما فيهوش اي نوع من انواع الزخارف، وحتى العمارة بتاعته عمارة بسيطة جدا ومساحته صغيرة جدا، بس هما كانوا بيركزوا جدا على واجهات المساجد. من أهم المساجد اللي اتعملت في العصر الفاطمي طبعا مسجد الأزهر ومسجد الحاكم، موجودين في نفس المنطقة، مسجد الحاكم والأقمر والأزهر. الخط الكوفي الفاطمي ده كان بيتميز بأن فيه زخارف كتيرة وتداخل، لأن هما شعوب مختلفة تدخلت مع شعوب تانية. يعني مثلا لما فتحوا مصر تدخلوا جدا مع الشعب المصري، فده انعكس على شكل الخط، تلاقي فيه تداخل في الخط، فيه زخارف هندسية وفي زخارف نباتية وفي زهور شوية موجودة، وهتلاقوا تكرار لنفس الوحدات عشان يعمل تناغم وانت بتتفرج عليه. وسهل جدا انك تقراه لانه الحروف مش معقدة، لكن دخلوا الحروف مع الزخارف وعملوا تشابك بينهم كأنها وحدة واحدة، لدرجة ان في وقت تحس ان اللي معمول ده او الكتابة اللي مكتوبة دي عبارة عن رسمة تدخلت فيها كل العناصر مع بعض. الحاجات المهمة كمان اللي عملها الفاطميين خاصة لما جم مصر ان هم ابتدوا يعملوا نسخ كتيرة جدا من المصاحف ويعملوا جلد للمصحف. يعني احنا دلوقتي مثلا ممكن تخش مساجد مختلفة تلاقي المصاحف ليها جلد ملون معمول من الجلد مرسوم عليه مكتوب عليه حاجات، في زخارف موجودة عليه. قبل الفاطميين القصة دي ما كانتش موجودة، فهم اللي اهتموا بقى يعملوا جلد المصاحف ويعملوا له شوية زخارف ويبقى عليه شكل والوان وجلد وحاجات كده اهو. طبعا صلاح الدين في العصر الايوبي ما كانش فاضي بقى يقعد يدور في الزخارف ويدور في الحاجات، هو اصلا ما بناش جوامع لانه ما كانش عنده وقت، لانه كان منشغل جدا بالحروب الصليبيه. فالعصر الايوبي ما سابلناش حاجات كتيره زخارف معماريه او زخارف في الكتابه او الحاجات دي، لكن كانوا بيستخدموا الخط الكبير قوي بيكتبوه على اسماء الجوامع من بره واسماء القلاع زي مثلا قلعه صلاح الدين وكده اهو. فما حصلش تطور كبير في الخط في العصر الايوبي، لكن زي ما قلت لكم العصر المملوكي ده استخدموا كل الزخارف اللي يقدروا يعملوها وحطوها كانهم عايزين يقولوا ان احنا بنعرف نعمل كل حاجه. فحط لك كل ممكن تلاقي حيطه موجود فيها 3 أو 4 انواع من الخطوط مختلفه حاطينها مع بعض، ولما تبص عليها مش هتتضايق، يعني مش هتتضايق لما تبص عليها تحس ان في زحمه في الحيطه، لا. ما ينفعش نتكلم عن الخط ونغفل مسجد السلطان حسن. زي ما احنا شايفين كده هنلاقي نوعين 3 موجودين من نفس الخط على نفس الحيطة، ده جوه المسجد، لكن بره موجود على الواجهة 3 أنواع مختلفة من الخطوط. بعد شوية ظهر خط النسخ. خط النسخ ده كان خط سلس جدا في القراية مفهوش عقد، يعني انت بقى ايه عايز تنسخ حاجات تعمل حاجات كميات كبيرة تكتب بخط النسخ، تكتب مصاحف تكتب بخط النسخ، لانه خط سلس في القراية. يعني انت لما تيجي تقرا نص مكتوب انت مش محتاج زخارف كتير في النص، انت محتاج ان الخط يكون واضح والخط ما يكونش معقد. يعني ما تقعدش تدور على باقي الحروف بتاعة الكلمة في الصفحة كلها، يعني ما تلاقيش الالف اول الصفحة فوق وبعدين عشان تدور على الحرف اللي بعدها تروح نازل اخر الصفحة تحت وتلاقي حرف عند السقف والحرف التاني تلاقيه تحت في الارض. فاحنا مش محتاجين نلف كتير، احنا بنقرا نص طويل يعني هياخد وقت، فمش محتاجين ان النص كمان يكون مكتوب بشكل معقد. فخط النسخ ده كان سهل جدا في الكتابة وفي القراية، وده كان بيتنسخ منه الكميات الأكبر من النصوص زي المصاحف مثلا. بعد شوية ظهر الخط العثماني اللي موجود في بعض المساجد العثمانية اللي هي مش كتير في القاهرة، بس طبعا لو رحت مثلا اسطنبول أو تركيا هتلاقوه في كل المساجد. أما في الآخر ظهر الخط الفارسي. الخط الفارسي ده هو الخط اللي احنا بنستخدمه دلوقتي لأنه خط سلس في القراية. طبعا بلاد فارس ما بتتكلمش عربي بس بتستخدم نفس الحروف بتاعة العربي في اللغة بتاعتهم، فسهل جدا ان احنا نقرا نفس الكلام اللي مكتوب. مش دايما هنفهم بس هنلاقي فيه كلمات كتير متشابهة، وطبعا تعرف تقرا، مش لازم تفهم بس هتعرف تقرا بالخط العربي الحروف العربية اللي بيكتبوها. وده الخط ده سلس جدا وسهل الطباعة، يعني انت سهل تحطه في المكنة وتطبع عليه، فده بيستخدموه حتى الآن في طباعة الكتب